أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، أي أكثر من 8,000 كيلومتر، ولم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، أي العد. جمعوا رحمهم الله الحديث وصنفوه صحاح ومسانيد، سنن ومعاجم ومصنفات، انتقوها من آلاف الروايات. ومقدمهم في ذلك الإمام البخاري رحمه الله قال عن صحيحه: صنفت الصحيح في 16 سنة وخرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة بيني وبين الله. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول. جهابذة العلماء جلوا معاني الأحاديث وتكلموا على الرواة ومراتبهم، وأوضحوا المشكلات وشرحوا المبهمات وكشفوا التصحيف والتحريف، وكانوا حراسا على السنة يذبون عنها الكذب والتبديل، فلا يروج عليهم حرف فما فوقه من الكذب. واختصت هذه الأمة من بين الأمم بالإسناد ومعرفة الصحيح من السقيم، ولم يكن عند الأمم قبلنا إسناد ولا تمييز بين أقوال أنبيائهم وما زيد فيها. قال سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، وأصحاب الحديث حراس الأرض. وعلماء العقيدة بيّنوا مسائل الاعتقاد وقرروها وجمعوا أدلتها ويسروها للناس، وأبانوا لهم ربوبية الله وأسماءه وصفاته، وأن ألوهيته لازمة لذلك، وأبطلوا شبه المشبهين، جامعين بين المنقول والمعقول. والفقهاء مهدوا بأفهامهم الثاقبة طريق الاستنباط من القرآن والحديث، ووضعوا للفقه أصولاً وقواعد جامعة وأشباهاً ونظائر، فكانت آلة استخراج الأحكام من النصوص ومعيار الفهم الصحيح. وبيّنوا أحكام أفعال المكلفين وفرعوها فروعاً ليسهل الوقوف عليها، وقاسوا النوازل على المنصوص، وأوضحوا تفاصيل العبادات والمعاملات. واللغة آلة العلم، بها يفهم ويعقل ويبلغ وينقل، فاتخذ علماؤها الوحي مصدرها الأول، ثم تتبعوا ألفاظ اللغة من أفواه العرب، فجمعوها ورتبوها ودونوا معانيها وقربوها، وميزوا اللحن من الصواب، ووضعوا قواعد تضبط الإعراب وتقيم الألسن وتحفظ البيان، وتدرك بها بلاغته وتوزن بها فصاحته. والتاريخ ديوان الخليقة ومرشد إلى سنن الله في بريته، وأشرف ما فيه سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدون علماء السيرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله وأخلاقه وصفاته وهيئاته، وكل دقيق منها وجليل، من اسمه ونسبه وعمره ومولده ووفاته وبعثته وما بعث به وهجرته وأزواجه وبنيه وبناته وأصحابه وأحبابه وصفة خلقه وشمائله وخلقه وسراياه وغزواته وآنيته وسيوفه ورماحه ودوابه وألوان ثيابه وصفة نعله ونوع الطيب الذي كان يتطيب به وهيئته في نومه وعدد أنفاسه إذا شرب الماء وصفة أكله وما كان يحب منه وصفة مشيه وضحكه وبكائه
وعدد الشعرات البيض في لحيته ورأسه. ولا زال العلماء قرنا بعد قرن يحفظون الدين وينقلونه لمن بعدهم جامعين بين العلم والعبادة. كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا صلى الفجر جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف النهار. دونوا الكتب وعلموا وبذلوا فيه الأوقات. كتب ابن الجوزي رحمه الله بيده أكثر من 2000 مجلد. وقال ابن كثير رحمه الله عن كتابه جامع المسانيد: لا زلت أكتب فيه في الليل والسراج ينونص أن يضعف حتى ذهب بصري معه. صبروا على الشدائد والمصاعب. أفضى بالإمام مالك رحمه الله طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. وقيل للشعبي رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: بالسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. ومن نظر في سيرهم ظن أنها ضرب من الخيال أو مبالغة في المقال، ولكن هذا حال العلماء العظام الذين تحقق على أيديهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر أي في المدن ولا وبر أي في البادية إلا أدخله الله هذا الدين. رواه أحمد. وبعد أيها المسلمون، فقد تفضل الله علينا بحفظ الإسلام قرونا متطاولة، فوصلنا غضا طريا كأنه نزل هذه الساعة وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة. لم تطمس منه شعيرة، ولم يسقط من القرآن العظيم حرف، ولم يفقد من السنة شيء مع مرور الزمان وتقلباته بما فيه من الحوادث والحروب والفقر والجوع والفرقة والنزاع والكيد للدين والتطاول على أحكامه والسخرية بتشريعاته ورسوله. والمؤمن يسعى غاية جهده ليكون ممن شرف بحفظ الشريعة ونقلها، بطلب العلم والحث عليه وتنشئة أبنائه على محبة الدين وحفظه وتعلمه وتعليمه، واقتدائه بمن سلف من علماء الأمة، ففيه العز والخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون، على العباد أن يشكروا الله أن حفظ لهم الإسلام ورزقهم اتباعه. وتوقير العلماء من تعظيم الله وتعظيم الدين، فهم الذين حملوا لنا ميراث النبوة. وقد أعلى الله شأنهم بقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي.
وعقيدة أهل السنة والجماعة في العلماء ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله: وعلماء السلف من السابقين والتابعين ومن بعدهم من أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع بهما الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، اعتدلوا واستووا.